الناس تعرفون عاد اهل لبنان ما شاء الله تبارك الله الذوق. انا اقول دائما اللي يتعلم الكلام الحلو يروح لبنان يقعد شهرين ثلاثه يرجع ما شاء الله على رمشي بدك تمشي وشك ولا ضوء القمر تقبرني كلام صحيح. اللي بيتعلم الضحك والفهلوه يروح لمصر. راعي النكت ما شاء الله المصريين جزاهم الله خير تركب مع راعي التاكس ما شاء الله من 6 اكتوبر وسط القاهره 70 نكته يصكك ما شاء الله. واحد منكم مستعجل يقطع اشارات الكويت وماسكته المرور كم مره وصاده ساهر كم مره بالكويت يروح للسودان يقعد شهر ونص يجي هادي مروق المنقار. لا يقول مدير مرور مكه لم ارى سودانيا قطع الاشاره قط. صديقي مدير مرور مكه يقول والله ما اذكر سجلنا على سوداني قطع الاشاره لان اذا ولعت حمراء يفرح يقعد يستانس. واحد سوداني كان يمشي وراه واحد لبناني في الرياض فكان السوداني ماشي مروق المنقى وقدامه الإشارة كانت حمراء ولعت خضراء فالأخ اللي وراه من أهل الشام يضرب له بولي إيش معناها؟ يعني الحق الإشارة. السوداني ما خير صرحة تعرفون مروق المنقى. المهم ولعت صفراء إيش معناها؟ يعني إيه هذاك اللي وراه يضرب له بولي يعني إيش؟ الحق الصفراء. ولعت خضراء حمراء وقف السوداني بغى يصبع راعي الشام بغى يصبع من ورا ونزل زعلان هاي ينزل له والسوداني في السياره لك شو هيدا ليش ما تمشي يلج عليه وغلط الحقيقه الشامي دخل لك ما تشوف الاشاره شو انت حمار. يوم قال الحمار وينزل السوداني يفتح الباب الناس تجمعوا ودخل يده بجيبه السوداني. الناس طبعا خافوا طلع سكين ويطلع تبشيره تعرفون تبشيره حق الصبوره طبشيره. قال مو عيب عليك يا زول مدرس لغه عربيه تقول لي حمار.